حارس غيابه على المنتخب المغربي سيكون مؤثر لأنه لاعب في أفضل جاهزيته في خصوصا مع أولمبيك مارسيل في الفترة الأخيرة، وغيابه سيكون مؤثر بشكل كبير. حارس غيابه مؤثر بلا شك. وأثار غياب أمين حارث عن كأس العالم موجة من التعاطف في وسائل التواصل الاجتماعي. زملاء حارث في المنتخب سارعوا لإعلان تضامنهم معه، وفي مقدمتهم أشرف حكيم. إلا وازدادت الحرارة في كل مكان، حرارة الانتظار أيضا، وحرارة التشجيع، وحرارة الترقب أيضا. وهنا نشاهد وصول منتخبات المونديال تتوافد على الدوحة في خلال 24 ساعة. وصول المنتخب المغربي جمال، وصول المنتخب الاسترالي، وصول المنتخب القطري، وصول المنتخب السنغالي وكوريا الجنوبية، إيران، تونس. بدأت البطولة فعليا من توافد المنتخبات. اكيد يهمك اكثر وصول المنتخب المغربي. بلا شك يعني مهم وصول المنتخب المغربي، ولاحظنا الحفاوه التي استقبل بها المنتخب المغربي، لاحظنا ايضا الحضور المميز للجمهور المغربي حيث استقبل المنتخب المغربي سواء في المطار او في الفندق، وخلقوا اجواء رائعه وحماسيه وتحفيز ايضا كبير للمنتخب المغربي حينما تبدا الوفود يعني المنتخبات بالتوافد. فعمليا بدانا يعني في العد العكسي لانطلاق المونديال، وكما قلت الحراره تزداد اكثر، الترقب، الشغف يزداد اكثر. وانا اليوم قمت بجوله يعني في مركز المدينه، اعلام كل البلدان ومشجعين من مختلف الجنسيات يتوافدون على الدوحه لحضور مونديال. نتمنى يكون هداف كاس العالم قطر 2022 بابي. منو؟ مبابي. حتى تفكير ما فكرت نرجع لك. هل انت مع تصريح كريستيانو رونالدو بالامس؟ نعم ام لا؟ لا بالتاكيد. امين الحارث سوف يؤثر غياب على المنتخب المغربي؟ نعم. منتخب كندا هو الحصان الاسود للبطوله؟ لا، هناك من احق منه. من المنتخب الافريقي الذي سيصل ابعد من دور المجموعات؟ اتمنى المغرب. هولندا قادر على التتويج في اللقب؟ وفق هذه التشكيله لا اعتقد. لا اعتقد اذا يعني ما بعض المبررات. لا. طيب افضل منتخب اسيوي في كاس العالم تتوقع؟ اعتقد باليابان. تعليق من طارق. تفضل. لا أوافق أبو كريم أن أفضل منتخب آسيوي هو المنتخب الياباني. أعتقد أن منتخب كوريا الجنوبية أفضل منه، وخاصة شاهدنا في دورة كيرين الأخيرة الفوز المنتخب التونسي بثلاثية لمقابل لا شيء في الدور النهائي ضد منتخب اليابان. بيّنت حدود المنتخب الياباني وعدم جاهزيته الكاملة لهذه البطولة. لا أعتقد أننا صرنا نرى اليابان في مثل النسخة السابقة. أعتقد أن المنتخب الآسيوي الأفضل هو المنتخب. فقط هذا اختلافك مع عبد الكريم. جمال، ليست هناك اختلافات كثيره، حتى يعني الترشيحات بالنسبه للهدافين مبابي ممكن ليونيل ميسي اذا ما يعني استمر الى المباراه النهائيه. ايضا ميسي يحتاج الى تسجيل اهداف لان في رصيده فقط 6 اهداف في كاس العالم. في 19 مباراه خاضها ليونيل ميسي مع المنتخب الارجنتيني سجل فقط 6 اهداف. هذه فرصته ايضا لتسجيل مزيد من الاهداف. ايضا حارس غيابه المنتخب المغربي سيكون مؤثر لانه لاعب في افضل جاهزيته في خصوصا مع أولمبيك مارسيل في الفترة الأخيرة، وغيابه سيكون مؤثر بشكل كبير. حارس غيابه مؤثر بلا شك. تأثيره سيكون هناك بديل يغطي هذا التأثير الفني؟ بلا شك هناك الكثير من البدائل في المنتخب المغربي، وهذه ميزة المنتخب المغربي أن لديه العديد من البدائل. الحارس لو تتذكر في مونديال روسيا كان توج بلقاء يعني جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب وإيران، لكنه غاب عن بقية المباريات. وأعتقد أنه وليد ركراكي لديه قائمة من اللاعبين الذين يمكن أن يلعبوا دورا لا يشبه دور أمين حارث، لأن أمين حارث لديه خصوصية في اللعب، خصوصية وأسلوب خاص به، ولكن دائما هناك يعني حلول وهناك عناصر أخرى يمكن أن تكون بديلة لأمين حارث. نعم عبد الكريم، يعني إصابة من السلامة للكابتن مين، ونفس الأمر من يعني كان سبب في إصابة اللاعب انضم للمنتخب الفرنسي. مفارقة غريبة جدا، لأن من يعني يتسبب في إصابته يحل مكان لاعب استبعد ومصاب.
يعني بالتأكيد لم يكن هناك تعمد في هذه الحالة. هو الحظ أحيانا يلعب دور، الحظ السيء يلعب دور. وعبد الكريم حارج كما لو كان يستشعر انه سيصاب، لان تصريحه قبل مقابله موناكو تحدث عن انه سيلعب بشكل عادي، لانك حينما يعني تضع الاصابه في ذهنك يمكن ان تصاب، واصيب في كره طائشه للاسف الشديد. انضم الدولي المغربي أمين حارث لاعب أولمبيك مارسيليا رسميا إلى قائمة الغائبين عن كأس العالم فيفا قطر 2022. نادي الجنوب الفرنسي غرد على حسابه بتويتر كاتبا: عانى لاعبنا أمين حارث من التواء على مستوى الأربطة مما يجعله يغيب عن كأس العالم مع المنتخب المغربي، وأضاف: نتمنى له الشفاء العاجل والعودة بقوة إلى الميادين. نتابع مع بعض إصابة الدولي المغربي أمين حارث. وأثار غياب أمين حارث عن كأس العالم موجة من التعاطف في وسائل التواصل الاجتماعي. زملاء حارث في المنتخب سارعوا لإعلان تضامنهم معه، وفي مقدمتهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الذي تفاعل بتغريدة دون فيها اسمه مع أكف بالدعاء له بعاجل الشفاء. موجة التعاطف مع أمين حارث شملت الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم بتغريدة كتب فيها: عالم كرة القدم كله معك يا أمين بالشفاء العاجل. أما محمد الكعبي فكانت تغريدته تمنيات ودعاء للمهاجم المغربي، حيث كتب: كل الدعم والحب لأمين حارث، نتمنى لحاقه بكأس العالم.